يعني انت جاي دلوقتي تعمل كده في احسن واهم سنه في عمرك؟ افكركم كويس قوي ان احنا عندنا عدو عبيط اهبل اسمه الشيطان. الشيطان قال لربنا والله يا رب لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فبيجي الشيطان العبيط اللهبل ده يجي لك بافكار بسيطه حلوه، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ليه؟ عشان يضيع عليك اللي هو اهم حاجه في الكون، اللي انا بقول ايه، ان العلماء ورثه الانبياء. تكون في سنه دراسيه مهمه زي ثانويه عامه او سنه عظيمه، يقوم داخل لك بافكار بقى. من اهم بقى الافكار دي بيجوا عند الثانويه العامه. نفسي احب واتحب قوي، والله بتكلم بجد، وده انا بشوفه في الطلاب وبسمعهم بودني قاعدين معايا. يا دكتور بصي والله، وصدمات عاطفيه رهيبه. انا مش بقلل من مشاعرهم، لا، هو فعلا مشاعرهم صادقه، بس ده وقته تلاقي البنت مظبطه نفسها وعامله نفسها وعايشه في وهم ان المدرس بيحبها. جولي كده يا دكتور انا متاكده انه بيحبني. يحبك ازاي يا حبيبتي؟ والله يا دكتور طول السيشن بيبص لي. يا سلام، ودايبه وعايشه في وهم بجد والله. طب ليه؟ وولد تاني مسبسب شعره ومظبط نفسه وداخل السنتر مخصوص، وطول ما هو قاعد المستر شغال هو بيبص لها وهي بتبص له. انا مصدقاك وعارفه ان دي مشاعر حلوه وكده كده بس ده وقته. يعني انت جاي دلوقتي تعمل كده في احسن واهم سنه في عمرك؟ نصيحه مني فوقي وقولي لا لنفسك قبل حاجه. بصي، ان الانسان على نفسه بصير. انت على نفسك بصيره وفاهمه واعيه قوي. كنت اقول لها انقلي من المستر ده المستر ده في سقف فورا، روحي اونلاين. لو انت خلاص هيمان قوي كده يعني، يا عم سيبك من، مش لازم السيشن اللي هي فيه، روح حصه تانيه. خلاص بتضيع وقتك ليه وبتضيع عمرك ليه؟ يعني ليه؟